السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأفضل صحة وفي احسن حال يا رب العالمين. وحشتوني من اخر فيديو والله العظيم قدمته معاكم، وحشتوني. وقبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همنا وهمكم يزول يا رب العالمين. عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كده بصحة جيدة وكويسين وبخير ان شاء الله. المهم يا جماعة هاخدكم في جولة كده. هي المنظر ده اتكرر معاكم قبل كده، بس ايه، في كل مرة بتختلف فيها عن التانية. حتى لو جبتوا الفيديو القديم اللي انا مصوراه بقول لكم البحر اليوسفي، ماشي، هتلاقوه مختلف عن المرة دي. فالمرة دي كنا رايحين نزور ابويا. ربنا يا رب يرحم كل عزيز علينا، ويرحم أبويا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يرحمه رحمة واسعة يا رب، ويجعل مأواه الجنة هو واللي حواليه واللي جنبيه يا رب. فكنا رايحين نزور أبويا يعني في التراب. احنا عندنا ما نقول جبينا يا جماعة. فقلت أخدكم معايا في الجولة البسيطة دي. ده مقام عندنا، مقام في الجبين اسمه الشيخ عبد الله، ده جدنا الكبير ده المقام بتاعه، بس للأسف يعني اتهد كبر مع الزمن. زي ما احنا كبرنا، الزمن ما كبرش، الزمن بيكبر البني ادم. فحتى المباني كبرت والتراب وكل حاجة كبرت. فده المجال بتاع الشيخ عبد الله يا جماعة. ده جدنا الكبير اللي مدفون هناك في الجبانة بتاعتنا، وكل أحفاده وولاده حواليه. قلت اخدكم معايا حتى قدام الباب بتاعه. بصوا كانوا فاحتينه ازاي، مش عارفه مين اللي كان فاحت كده بياخدوا تراب يعني بعد ما يعني مش عارفه ما ياخدوا تراب من قدامه يعملوا بيه ايه. هو ده الشيخ عبد الله. فقلت اخدكم معايا في الجوله السريعه دي، وبالمره اللي عنده ميت يترحم عليه، وربنا يا رب يخلي لنا حبايبنا العايشين ويفضل في احسن صحه وبأحسن حال، وربنا ما يحرمنا منهم يا رب. فدي يا جماعة دي الجبانة بتاعتنا، وده المدفن بتاع والدي وعمي وجوز اختي سيدي عم ابويا، ماشي. فمدفونين في المدفن ده يا جماعة، هو المدفن ده بتاعنا. فهم كلهم يعني مدفونين فين. ده احمد ابني، ربنا يخليه يا رب ويديله طول العمر. ده احمد، ودي الناس اللي كانت هناك. احنا رحنا الساعة 8 وجينا كانت حوالي الساعة 10. مش اما نتأخر في الصيف عشان ايه الشمس ما تبقى سخنة هنا. فده شكل الجبانة بتاعتنا من الداخل. ده المدفن بتاع ابويا يا جماعة. وانا رايحة يعني دي حور بنت اختي ام ادريس، دي حور بنتها اصغر واحدة. المهم صلتوا معايا على الرسول، همنا وهمكم هيزول ان شاء الله. وانا رايحه يا جماعه التراب وكده ازور ابويا. اما احس روحه معايا والله العظيم، واحس ان وانا رايحه هناك ان هو مستنيني. او وحياة ربنا اما احس ان هو مستنيني، لدرجه ان انا لما اقعد على الباب واكلمه هتقولوا عليا هبله. اقسم بالله اما احس ان هو قاعد جوه سامعني. والله العظيم يا جماعه ابويا ده كان، بصوا، بالنسبه لنا حاجه كبيرة جو وحياة ربنا. هو الأب. صلوا معي صلوا معي على الرسول، همنا وهمكم هيزول إن شاء الله. هو يا سعيد. هقوم أنا ألملك اللي في الشباك. ماشي يا جماعة. فما أحس إن أبويا والله العظيم قاعد ورا الباب أهو. بصوا ده المدفن بتاع أبويا.
انا اللي كنت مصور، فاما احس ان هو ورا الباب والله العظيم، وافضل اقول له ابويا دي فلانه وده فلان، ولاد اخواتي يعني، ودي كذا ما حضرتكش يا ابويا، ودي ما شافكش، ودي اما احس ان هو قاعد معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا معايا على النبي يا جماعه. ويا رب كل اللي له ميت ربنا يغفر له ويسامحه. ده المقرئ يا جماعه، المقرئ يجي قرأ قرآن وكده وقام يعني مشى. ربنا يرحم العايشين والميتين يا رب، لان اللي احنا الصحيين بقينا نحسد الميت على اللي هو فيه. يا بخته ارتاح من كذا، يا بخته ارتاح من كذا. يلا الحمد لله. هو يا سعيد، لا خد العصايه الطويله يا سعاده والنبي وهاتيه تحت، تحت عندكم. معلش اتخبطتي، معلش. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو الفيديو يا جماعه كله ركب على بعضيه صراحه. دي كنت مصورها واحنا رايحين، كنت مصور الجبانه واحنا رايحين. وهيجي لكم دلوقتي شجر المنج، وده البحر، ده مش بحيره، ده البحر اليوسفي. بس انا كنت مصوره حته عاملينها كده زي ايه اهو. ده يا جماعه البحر اليوسفي وجماله. ده هيجي لكم مناظر دلوقتي. بصوا زي ما تقولوا واو، مناظر بصوا روعه اقسم بالله. بس الحمد لله. بصوا هيجي لكم منظر شجر المانجي دلوقتي والليمون ده بلح، ده البلح البلدي بتاعنا. بصوا لسه اخضر اهو، يلون متى ان شاء الله في شهر 8 وعليكم خير ويتقطع. ده الشجر المانجي، المانجي كله يتقطع الشهر ده او اخر الشهر ده، اخر الشهر ده وعليكم خير. وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، ويرحم امواتنا جميعا. الله يرحمك يا ابويا ويغفر لك ويسامحك يا رب ويجعل مأواك الجنة. ده شجر المنج يا جماعة. بصوا المنج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحدوا الله واملوا قلوبكم كده بقولة الحمد لله ولا إله إلا الله سيدنا محمد عبده ورسوله. بصوا شكل المنج، شكل المنج خرافة والله العظيم. بصوا أنا بعشق الحاجة، بص بعشق الزرع، اللون الأخضر ده بموت فيه، مش في الهدوم، في الزرع. يعني نفسي كده والله العظيم، وإن شاء الله مش هيكتر على ربنا، نفسي في كده في حتة بيت صغنطوط وسط زرع. واقسم بالله يا جماعة والله العظيم. بص اقول لكم الامنية دي ومش عايزة اي حاجة من الدنيا تاني، وحياة ربنا وحياة ربنا لو هعيش في البيت ده لحد ما اموت واقول لهم ادفنوني فيه، نفسي في حتة بيت صغنطوط كده وسط الزرع. مش هقول لكم مثلا 3 4 اوض ولا 5، لان انا مش عايشة في 3 4 اوض. فبقول لكم نفسي في بيت صغنن كده وسط الزرع. يا لهوي. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. والسلام عليكم. لا لسه الفيديو فيه يا جماعة، لسه ما خلص. المهم الحتة دي التليفون كان في ناس ماشية جنبينا، فمعرفتش اصور عشان عندنا يعني. قلت لكم ايه يا اختي دي اما تصور ليه بالتليفون ومش عارفه. فمسكت التليفون بالشقلوب، يعني التليفون كانت الكاميرا لتحت، فما عرفتش اصور. فين وفين لولا اتعدلت وجت على الخرفان. واحده كانت ماشيه لا مؤاخذه في اللفظ بهايم ورانا وقدامنا. ربنا يعز الناس كلها يا رب ويدي الناس كلها. فالتليفون لما اتعدل على الخرفان. بصوا النخل، بصوا البلح. كنت مصور. بصوا يا جماعة مناظر سبحان الخلاق. شجر المنج والنخل، بصوا رامي ازاي، بصوا البلح. حاجة كده ايه، ما كنتش عارفة اصور والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.